السلام عليكم، مرحبا بكم. شنو احوالكم اصدقائي وصديقاتي؟ ان شاء الله الصحه بخير وربي يدوم علينا نعمه الصحه. ما شاء الله سيدي رمضان الايامات تجري، ان شاء الله ربي بقى علينا الستر. شوفوا البنات المقبلات الرمضانيه اللي حضرتها في الفيديو متاع اليوم، ونحبكم تتبعوها بكل تفاصيلها باش تنجح معاكم. هذه لكورنيه المالحه ما شاء الله، بديل للملسوقه والبريك اللي يوجع المعده بالزيت متاعو. نحبكم البنات تتفرجوا في الفيديو توسعوا بالكم، وما تنسونيش في الاشتراك في القناة وفي اللي لايك باش ينتشر الفيديو، ويرحم والديكم وبارك الله فيكم. توا نخليكم في امان الله تتبعوا الفيديو واحدة واحدة. البنات توا باش ننطلقوا على بركة الله نحضروا مع بعضنا لكورنيه المالحين هذوما بطريقة مبسطة. باش نستعمل هنا العجين المورق اللي حضرته معاكم في فيديو الميلفوي، كان تحبوا نحط لكم الطريقة في صندوق الوصف. هذا المستحفظه به قلت لك تنجم تستحفظ به حتى شهر في المجمد وما يتيه حتى شيء. انا باش نمدها قدامكم وتشوفوها. هذه البنات العجين المورق نتاعنا مستحفظه به في الثلاجه ما يتيه حتى شيء. توا باش نرش البلان دو ترافاي بتاعي بطريف فرينه ونحلها قدامكم العجينه. توا نبدا في الحلين نتاعها. توا نوريكم السمك قداش نخليوه. نحاول نقصها في شكل مستطيل خاطر من بعد باش نعملها شرائط دي بوند. هذه البنات العجينه بتاعي بعد ما حليتها، ونحب نوريكم السمكه هاكا نتاع 3 ملم. توا عندي المسطره هذه باش ناخذها ونقص العجينه على سمك المسطره بالضبط. باش تجي الشرائط الكل قد بعضها. ها هو البنات الشريط الاول راهو فيه، نكملهم الكل بنفس الطريقه. هذا الشريط الثاني. باش ما نطولش عليكم البنات نكملهم ونرجع لكم وقت التشكيل. توا البنات تراو الشرائط نتاعي الكل كملتهم. ناخذ الكورنيه، نعرفوهم الناس الكل الكورنيه هذوما، وناخذ بالشريط بسم الله نحط من الاول على الكوان، وتبدا تدور بالطريقه هذه. تحط العجين على العجين هكا لين يكمل معاك. الزائد هذايا نجم نقصه. بالطريقه هذه نكملهم البنات الكل ونرجع لكم باذن الله. توا البنات تراو لهنا كملت جهزتهم ليكورنيه نتاعي الكل. في المرحله هذه خديت الطبق نتاعي رشيته بشويه دقيق ابيض فرينه، وخديت لهنا الفص الاصفر نتاع البيض ونكيت حليب. توا هذوما باش ندهن بيهم ليكورنيه. ناخذ البنات بالكورنيه ندهنوا الكل هكايا باش يعطيه اللمعه والضرور. باهي توا البنات هذاك نجي نحطه في الطبق. رينا التسكيره الاخرى هذيك هي اللي تحطها من اللوطه هكا، تحط التسكيره هذه تحطها هكا من اللوطه. عليه يقول قاي باش ما يتحلش العجين ويلصق بالكدا بالكدا.
تو نكملهم البنات بنفس الاسلوب. ديما التسكيره هذه نحطوها من اللوطه ونحطهم يطيبوا بطبيعه الحال 180 درجه، والتوقيت عينك ميزانك. هاي كعبة ثانية كملتها معاكم باش تفهموا الطريقة بسيطة، راهي ما تراوهاش معناها تشد اليد صحيح، لكن من بعد تعطيك مذاق بنين. هو البنات التسكيرة هذه نحطها اللوطة هكا، نكملهم الكل بنفس الطريقة. راهو البنات لي كورني متاعنا حضروا الكل، دهنتهم بالفص الاصفر تاع البيض. توا باش نحطهم في الفور. بسم الله. بالطبيعة الفور متاعي يسخن مسبقا، نحطهم في الرف الاوسط. هذوما البنات كيما تراو لي كورني متاعنا ما شاء الله حضروا، اما مازالوا سخونين، ما نجمش توا نحيهم الا ما يبردوا بالكدا. راهو البنات لهنا الكورنيات بردوا معايا، هذا القفا وهذا الوجه. نحي بالطريقه هذه يتنحى بسهوله بعد ما برد، اما سخون ما تنجمش تنحيه. رينا تبارك الله التوريقه هذه هي الطريقه. نزيد نحي كعبه اخرى قدامكم. هاي البنات بسهوله تامه يتنحى الكورني. رينا هذوما البنات لي كورني متاعنا بعد ما خرجتهم كيما تراو. توا باش نحشيوهم مع بعضنا. توا البنات باش ننتقلوا مع بعضنا باش نحضروا الفارس اللي باش نحشيو بها لي كورني. عندي لهنا زوز توابع فرماج تريونغل، الطن، زيتون مقصوص طروف، لهنا ملح حسب الذوق مش برشا على خاطر هذا ملح وهذا ملح، ولهنا شويه ثوم بودر وشويه فلفل اسود. هذوما نحطهم الكل في البول. بسم الله. باهي باش نضيف لهم بالطبيعه مكونات اخرى. هنا عندي المايونيز باش ناخذ مغيرفه. بسم الله. ولهنا عندي بيشاميل والا صوص الاجبان زاده. ولهنا البنات عندي الهريسه النابليه متاعنا اللي تبنن الطعام برشا. خديت مغيرفه متاع اكل ناقصه شويه باش تعطينا لون باهي ومطعم زاده باهي. واخر حاجه لهنا عندي شويه زيت زيتونه تاع الطن باش نصب شويه كيما هكا، ونحرك الفارس متاعي بالكدا لين تتجانس المكونات الكل. وهكاكا تحضر معايا بحول الله. هاويني البنات حاضره معانا الفارس. حبيت نوريكم الملمس متاعها، لازم يكون كيما هكا باش نجم نحشي بها لي كورني، خاطر تعرفوا لي كورني معناها صعاب في الحشيان نعملوها معناها الملمس متاعها جاري شويه، ريناها تمشي بسهوله. توا البنات هذايا عندنا لي كورني، هذه الفارس متاعنا، ونبداو بسم الله نعبيوهم بملعقه صغيره كيما هكا. باش نوريكم هذايا تو شنيا باش نعمل لهم، يعني نخليه شكاكه ماما. لهنا البنات عندي شويه جبن رابي كيما تراو. ناخذ الكورني نتاعي ونعمل له كيما هكا يولي فيه المنظر هذا. رينا ما شبوا ما شاء الله. هذه هي الطريقه نتاع تحضير لي كورني المالحين والتقديم نتاعهم. نكمل كعبه اخرى معاكم من بعد باش ما نطولش عليكم، نرجع لكم في صحن التقديم ان شاء الله. ديما اعمل هكايا باش تضمن اللي الفارس تدخل معناها لداخل وتتغلغل في وسط الكورني. بالطبيعه الفارس راهو تنجم تستبدلها بلاصه الطن تحط الدجاج كيف زاد. هاي البنات شوفوا البنات اللهم صل على النبي حضروا معنا لي كورني. شوفوا ما شاء الله هكا اللمعه واللون، اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله تجربوا الكورني المالح على طريقتي، وكان عجبتكم تكتبوا لي في لي كومنتير، وكان فما اي ملاحظه زاده ميسالش.
وإن شاء الله تاكلوا صحة وبشفاء، مقبلات رمضانية ممتازة. بقيكم توا على خير، في الأمان وباي باي.